في عالم يسطع فيه ضوء نجوم كرة القدم، كان كريستيانو رونالدو رمزاً بارزاً محط أنظار الملايين. لم تكن شهرته محصورة بموهبته الخارقة على أرض الملعب فحسب، بل امتدت لتشمل حياته الشخصية الغامضة، مليئاً بالفضائح والعلاقات العاطفية المتعددة. كان رونالدو يعرف بحبه الشديد لكرة القدم، حيث كرس حياته لها منذ نعومة أظافره، متغلباً على الصعاب لتحقيق أحلامه. لكن هذا الحماس لم يكن حكراً على علم الرياضة فقط، فقد امتدل علاقاته مع النساء، حيث ارتبط بجميلات من مختلف أنحاء العالم، تاركاً وراءه سلسلة من العلاقات الغامضة، بعضها انتهى بهدوء وبعضها الآخر كان مصحوباً بالجدل والفضائح التي ملأت صفحات الصحف والمجلات. لم يكن رونالدو بعيداً عن الحياة الليلية الصاخبة، حيث شُهد في العديد من المناسبات الاجتماعية برفق أصدقائه في حفلات وسهرات امتدت حتى ساعات الفجر. لكن هذه الحياة المليئة بالرفاهية والشهرة لم تكن خالية من المشاكل، فقد واجه رونالدو انتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء بسبب بعض تصرفاته وسلوكه، بعضهم اعتبره رمزاً يحتذى به، فيما اتهمها آخرون بالتكبر والغرور. ومع ذلك استمر رونالدو في مسيرته الاحترافية، محققاً إنجازات عظيمة على أرض الملعب، مثبتاً بذلك أنه لاعب استثنائي بكل المقاييس. ظلت حياته الشخصية مختجل دائم، مزيجاً من الإعجاب والانتقاد، دليل على تأثيره الكبير على العالم سواء داخل الملعب أم خارجه. فهل هذه العلاقات المتعددة جزء من حياة نجم عالمي يسعى لتحقيق أقصى درجات النجاح، أم أنها انعكاس لشخصية معقدة تخفي وراءها الكثير من الأسرار؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً للنقاش. بينما تستمر قصة كريستيانو رونالدو في الكتابة صفحاً تلو الأخرى،